اولا كده ربنا يوفقك ويكتب لك الخير دايما وتحقق اللي نفسك فيه. ده ما بشكل مبدئي كده. طيب تاني حاجة حابب اكلمك فيها. آه طبيعي انك في الاول تبقى حاسس انك مشتت، وحاسس انك مش عارف حاجة، وحاسس ان كل حاجة حواليك بتعرفها لأول مرة، فطبيعي الاحساس ده. تالت حاجة، عشان تحس انك واقف على ارض ثابتة، حاول تدعم نفسك بالجزء النظري. طبعا انت في كلية تربية خاصة، فقطعا هتقابل ده كويس جدا من خلال مواد دراسية. بس هل ده كافي؟ لا طبعا. ايه اللي محتاج تعمله؟ محتاج انك تفكر تاخد كورسات متخصصة في مجالات الشغل. يعني اذا كنت انت شعبة مثلا اضطرابات نطق، صعوبات تعلم، اعاقة عقلية وخلافه من الشعب، فحاول تتخصص في نوع معين من الحاجات دي، وتبدأ تاخد فيها كورسات بشكل مكثف. وممكن تاخد كورسات في اكتر من مجال، وتبدأ تطبق اللي انت اتعلمته من خلال التدريب اللي انت بتنزله. فساعتها هتحس ان اللي انت اخدته في الكورس بتشوفه بالفعل موجود قدامك في التدريب العملي. وهتحس ان مفيش فرق قوي او جاب ما بين الجزء العملي والنظري ده بشكل بسيط جدا. انا بالفعل اوريدي عندي بلاي ليست او قائمه موجوده، قائمه تشغيل موجوده على القناه على اليوتيوب. والقائمه فيها مجموعه من الفيديوهات الخاصه باضطرابات الصوت او مشاكل الصوت او البحه الصوتيه، بدايه من تعريفها او ايه اسبابها، لبعض النصايح او الارشادات او التدريبات اللي من خلالها بتتحسن او بيتحسن الموضوع. بس هنا الحاجه المهمه اللي انا حابب انصحك فيها او انصحك فيها، هي لازم نجري ورا معرفه سبب البحه الصوتيه. لان اذا بدأنا تدريب او بدأنا راحه فقط بدون معرفه سبب المشكله، المشكله هترجع تتعاد او ترجع من اول وجديد، وكأننا ما عملناش حاجه. يعني اذا كان المشكله مشاكل في المعده او مشاكل ارتجاع فنحلها. اذا كان في التهاب معين او ورم او في مثلا عادات سيئة احنا بنعملها في الصوت بتسبب التهابات او بتسبب حبيبات او بتسبب مشاكل في الصوت، فنبطل ده. ده بجانب طبعا الحاجة المهمة جدا 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 ان احنا نغير عاداتنا في استخدام الصوت. ده بجانب طبعا العلاج الطبي لا غنى عنه، سواء مضادات الالتهاب او المضادات الحيوية حسب نوع المشكلة بالتحديد، او اذا كان الموضوع محتاج تدخل جراحي في اخر مرحلة بنعمله. ده بجانب طبعا التأهيل. وهسيب برضو هنا اللينك بتاع البلاي ليست بتاع مشاكل الصوت في وصف الفيديو. هي التخصصات اللي حضرتك بتقول عليها ديت كويسة جدا جدا جدا، بس مفيش فيها اضطرابات نطق، وللأسف تقريبا اضطرابات نطق أو التخاطب مش موجود غير في كلية تربية خاصة جامعة عين شمس، وعلوم ذوي الإعاقة. المهم إن أقرب حاجة وأفضل حاجة ممكن تحس إن هي كويسة هما الإعاقة السمعية أو المشاكل السمعية أو قسم إعاقة سمعية أو شعبة إعاقة سمعية، والإعاقة العقلية. وطبعا صعوبات تعلم ده كويس جدا برضه لو انت حابب تشتغل في مجال صعوبات التعلم. طبعا بالنسبة للسؤال الخاص بإزاي أبقى أخصائي تخاطب من خلال كلية خدمة اجتماعية، الفيديو ده أو الجزء ده أنا شرحه في فيديو كامل بأكثر من طريقة إزاي تبقى أخصائي تخاطب، أو إزاي الطرق السهلة أو اللي من خلالها تقدر تبقى أخصائي تخاطب. هسيب لكم برضو الرابط في وصف الفيديو هنا. لو حاصل على ماجستير في التربية الخاصة، هل هقدر أفتح مركز تخاطب أو مركز للتربية الخاصة أم لا؟ طبعا السؤال ده مهم جدا، وبرضو أنا جاوبت عليه في الفيديو إزاي تفتح أو طرق الفتح. لو أنت حضرتك بتتكلم عن الترخيص، فالترخيص للأسف في مصر ملوش علاقة قوي بالمؤهل، لأن في ناس مؤهلات تانية بتقدر تفتح مركز. طرق الترخيص نفسها موجوده في فيديو منفصل برضه، هسيب لكم الرابط بتاعه وتقدر تشوفها باستفاضه. اما لو بتتكلم على قدرتك، فحضرتك اللي تقدر تقيم قدرتك، سواء انك تقدر تدير مكان او تقدر تعمل جلسات او تقدر يبقى عندك اخصائيين وتقدر تتعامل معاهم. فقدرتك على اداره المكان ده معتمد على خبرتك برضو العمليه. هل انت اخدت او اخدتي الماجستير او الماستر واشتغلت او امتهنت الشغل، ولا مجرد الموضوع بالنسبه لك كان نظري بحت؟ فلازم نجمع بين الجزء النظري والجزء العملي. وطبعا الترخيص امره سهل. هسيب لكم الفيديو برضو في الرابط بتاع هسيب لكم الفيديو في وصف الفيديو. بالنسبه للسؤال بتاع التأتأة المفاجئه ده، اعتقد
اهم حاجه في التعامل مع الحاله اللي شبه كده انك تبدا على طول فحص فوري، لان الطفله تعدت 5 سنوات لازم نتاكد ان الطفله ما حصلهاش مشاكل. يعني ايه مشاكل؟ يعني مشاكل عضويه، زي مثلا في مشاكل في الجهاز التنفسي، في مشاكل في الغدد، في مشاكل في الاعصاب، في مشاكل دماغيه، كل دي احتمالات. وكمان هل في مشاكل مثلا مشاكل نفسيه، صدمات، حزن شديد، خوف، كل دي احتماليات بتزود المشكله او بتخلي المشكله اصلا تظهر من الاساس. ومع معرفه السبب بنمنع السبب ونبدا نأهل الطفل ونشوف ايه الطريقه المناسبه له. موضوع تعليم الطفل لدخول الحمام ده انا عامل عنه سلسله كامله ولسه بكمل فيها. الموضوع مش سهل قوي ولكن برضه مش صعب، ولكن محتاج صبر ومحتاج انك تعرف تحلل مهمه دخول الحمام للطفل وتقسمها له تباعا. يعني نعلمه جزئيه جزئيه ونتعلم كمان ان الطفل ونعرف كويس ان الطفل مستعد لدخول الحمام، يعني عنده امكانيه جسمانيه وعقليه تأهله ان يبدأ يخش الحمام، وكمان ما عندوش مشاكل حسية تجاه اي حاجة من الحاجات اللي من خلالها الطفل بيخش الحمام او بيعمل حمام. وبرضه هسيب الرابط بتاع قائمة التشغيل الخاصة بسلسلة فيديوهات تعليم الاطفال دخول الحمام. بالنسبة للطفلة اللي عندها مشاكل في فهم الجملة، فأعتقد كده المشكلة بتكون في اللغة الاستقبالية أو في الإدراك، أو الطفلة ما عندهاش إدراك، يا إما مشاكل سمعية يا إما مشاكل إدراكية أو عقلية. فبالتالي الطفلة محتاجة إنها تعمل مقياس سمع في البداية وتتأكد إن السمع كويس جدا. تاني شيء إن إحنا نعمل اختبار ذكاء. ثالث شيء إن إحنا نعمل اختبار لغة، سواء لغة تعبيرية أو لغة استقبالية، سواء هنعمل اختبار مقنن على البيئة المصرية ممكن نستخدمه بشكل غير رسمي زي اختبار دكتور أحمد أبو حسيبة، أو اختبارات أخرى أو أي اختبارات حتى غير مقننة زي اختبار دكتورة نهلة الرفاعي، أو اختبارات أخرى نقدر نقيم اللغة بتاعة الطفل. وبناء عليه من خلال الاختبار بيظهر معانا بعض نقاط الضعف سواء في اللغة الاستقبالية أو حتى في اللغة التعبيرية. وكذلك اختبار الذكاء بيوضح لي إذا كان في مشاكل إدراكية أو القدرات العقلية بتاعة الطفل مش مناسبة لعمره الزمني، وبيبين معايا انهي جزء في القدرات الادراكيه او الذكائيه اللي فيه المشكله. وبناء عليه ببدا اقوي الجزء الادراكي مع الجزء اللغه، والطفل يبدا يتحسن معايا، واعرف حتى من خلال الاختبارات الطفل هيوصل معايا لانهي ليفل او انهي مرحله، واقدر اهله بشكل كامل محترم. الف سلامه على ابن حضرتك. طبعا انا مكاني في المنصوره. بالنسبه لشخص عنده 28 سنه وعنده مشاكل سمعيه وعنده تلعثم، قطعا الموضوع له علاقه ببعضه. المشاكل السمعيه بتقلل فرصه الطفل او الشاب او الشخص بشكل عام انه يبقى عنده قدره على تمييز الاصوات من حواليه، وبالتالي قدرته على استقبال الكلمات بتبقى اقل، فبالتالي قدرته على التعبير ويبقى عنده مخزون للكلمات بتبقى اقل، وبالتالي قد يكون عنده مشاكل في الطلاقه الكلاميه او التلعثم. فمحتاجين نتأكد من جودة السمع، وإذا كان محتاج معين سمعي زي سماعة أو وخلافه من المعينات السمعية أو محتاج علاج للسمع، فإحنا محتاجين نتأكد إن ده كويس جدا، ويبدأ الشخص نشتغل على التأهيل السمعي ونأهله سمعيا، سواء إذا كان إنه عنده مشاكل في الإدراك السمعي أو التمييز السمعي وخلافه، ثم نشتغل على الطلاقة أو على فكرة جودة الكلام، وإن الشخص يبقى طليق في الكلام وما عندوش تلعثم.